وأنها عوض أن تدخل هي للتاريخ تدخل منافسيها للتاريخ. تونس اليوم أدخلت ناميبيا للتاريخ، هي لا وليست أول مرة تفعل ذلك. هذاك علاش تونس اليوم كان فريق ضعيف فقير حزين. الفريق الوطني التونسي اليوم تسبب في مرض 12 مليون تونسي، وليست المرة الأولى. ذهبنا إلى الكوت ديفوار بآمال كبيرة وعريضة، بتحضيرات كبيرة وعريضة، وقلنا المقابلة الأولى ضد ناميبيا ستكون مقابلة تحضيرية، فكانت مقابلة كارثية، خصوصا هي أضعف الفرق طبعا بالمنطق باللي تحب أنت، بالمنطق بالمستوى باللي تحب أنت، بكل المقاييس. كانت مقابلة كارثية أولا. ثانيا يعطيك الصحة يا بشير بن سعيد، تجنبت لنا فضيحة. حارس الفريق التونسي تجنب لنا فضيحة. تصوروا، حتى صورة على الفريق التونسي. سيد المخرج ورينا الهدف، هنعطيك الصورة. سيد المخرج ورينا هدف ناميبيا، تو تفهم اللخبطة. الحين بيجيك الهدف. اللخبطة من كان الهدف جاء معناها في توقيته. لا مش في توقيته، في مكان اللاعبين على الجهة اليمنى. من هو المدافع الأيمن؟ هو كشريدة. من هو المدافع الأيسر؟ علي معلول. انظر للهدف. علي معلول على الجهة اليمنى. ثانيا، من كان مكان علي معلول؟ أي شخص. من كان وراء اللاعب الذي سجل يوسف المساكني داخل 18 متر نتاع الفريق التونسي يعمل هكا، قل وينكم شفما. معناها هذه صورة مصغرة على اللخبطة، فوضى عارمة. الفريق التونسي يوم فوضى عارمة. المدرب ما نعرفش خلى مخه في تونس. المدرب سي جلال القادري هذا الهدف القنوات موجودة في بين سبورت، لكن بتشوفها الحين انت. نشوف التوزيع كيف ومين قبل الإعادات. راهي كارثة يا مجاني، راهي كارثة. تتعلم لأول مرة. فريق متاع حي، ماهوش فريق وطني. صحيح. فريق متاع حي. راهو الشوط الأول تتفرج وماناش مصدقين، التوانسه ماهمش مصدقين. انا الاتصالات اللي جاتني من المواطنين التوانسه ناس مرضت. ناس مرضت على الفريق التونسي. وبالتالي انا اعتبر وانه ما حصل اليوم هي كارثه. تجنبنا الفضيحه، سقطنا في الكارثه وتجنبنا الفضيحه، ولكن الامل يبقى قائم. اتفهم حسره فتح المولدي والألم اللي عيشه، لكن الألم عشته في 4 نسخ سابقة متتالية دائما ما خسرت فيها تونس مواجهاتها الافتتاحية. نعم، وهذاك علاش قلت لك عوض ان احنا ندخل للتاريخ ونوقف. اخر مواجهة أولية ربحناها كانت في الدقيقة 90 عام 2013 وانا في البلاتو نتاع البيين، يوسف المساكني ضد الجزائر في هذا المساء نتاع 2013 من وقتها. لكن المقابلات الأولية لم تكن ضد ناميبيا. طيب عشان أعطيه تحت فرصة، من يتحمل هذه الخسارة؟ المدرب 90% المدرب و10% اللاعبين، لأنه خيارات التأكيد وأنهي، لأنه حتى عبد الكريم وأنهي اللخبطة. التأكيد وأنه بين الشوطين يجري تغيير في الخطة وفي اللاعبين. ثم المهاجم الوحيد اليساري الذي أخذناه وهو في فورمة كبيرة، إصرار فيه. تعرف متى دخل؟ في الدقيقة 90 زائد 2. هذه التغيير 90 زائد 2 يعملوا مدرب يحب يربح الوقت، مش مدرب يجري وراء الوقت. وأنهي